السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بإذن الله الفيديو هو عبارة عن سلو أو صفوف بدقيق الذرة ودقيق الحمص ودقيق الشوفان. كي كتلاحظوا لا زيت ولا عسل ولا زبدة ولا سكر، وسبحان الله كيجي حلو لأن كنعتمدوا فيه على عجين التمر. دونك كتلاحظوا التقديم على حساب كل كيبغي، ولا بغيتو يجي كما كنقولوا معلق، ما عليكم ديوه فين كيطحنوه، راه عندكم في العطار كيجيكم معلق كما بغيتو. دونك هنايا حمرت دقيق الذره والحمص حمرتهم حتى ولا عندهم هذا الشكل الذهبي. المهم هادو غير مقتطفات باش نوريكم اللون كيفاش خاصو يكون، ما خاصوش يكون محمر بزاف. هاد اللون باش كيبقى ديك النكهه ديال دقيق الحمص ودقيق الذره. اما بالنسبه للافوان او الشوفان، خديت رقائق الشوفان وحمرتها حتى هي خدات اللون الذهبي ديالها، ومن بعد طحنتها. هي غادي تشوفوها في المرحله المواليه. فوالا كتلاحظوا ومخاصش تحمر بزاف لافوان. ومن بعد طحنتها. هنايا تمر غسلتوه ومسحتوه مسحوه بمزهر وكطحنوه كنحصلوا على هذا العجين ديال التمر. كتلاحظوا هذا العجين ديال التمر خصها تكون بهذا الشكل هي باش غادي نخلطوا العناصر. اذا هنا كتلاحظوا كميه من الذره والحمص والشوفان بعد ما طحناهم. ممكن تستعملوا زلافه من كل نوع، وكنضيف وكنشير انني المقادير انا عندي على حسب عارفاهم. بالنسبه لكم ممكن ما ديروش طحين بزاف باش تحصلوا على واحد دقيق. كنقصد دقيق هاد العناصر بثلاثه حتى وكان تعرفوا المقدار اللي بغيتو ديروا. دونك هذه هي لافوان. انا كنعاود نوريها لكم باش تحصلوا عليها هكذا. كناخذوها كنحمروها وكنطحنوها. دونك هذا دقيق الحمص والاخر دقيق الذره. دونك بعد نخلطوهم. كتلاحظوا هذه عجينه التمر هي باش غادي نخدموا هاد الصفوف. دونك هاد الكميه راه كافيه باش تعطينا المقدار ديال الحلاوه ديالها. لا داعي نزيدوا لا سكر ولا عسل. اذا وكنضيف واحد شويه ديال الملح. هذا الكاوكاو محمرته بعد ما نقيته وحمرته. وهنا الزنجلان حتى هو حمرته. هذه المسكه الحره. وهذا اللوز حتى هو حمرته. وهذه حبه حلاوه والنافع. بعد ما سخنتهم غير شويه ومن بعد طحنتهم. هنا عندنا القرفه. اذا هادو هما العناصر باش غادي نخلطوا هاد الصفوف. دونك هنايا كتلاحظوا هذه غير فاش طحنت التمر هي اللي غادي نستعمل
دائما. دونك كندير واحد المقدار ديال المكسرات، نبدا بالكاوكاو وكنضيف ليه ملعقه ديال التمر وكنطحن، ومن بعد ناخذ عاود مره ثانيه الكاوكاو ونطحنو بوحدو بدون التمر حتى يعطينا داك الزيت ديالو تماما، يطلق لينا الزيت ديالو. دونك غادي نلاحظوا، غادي نطحنو، غادي تشوفوا المرحله. دونك انا كيفاش طحنتو المره الاولى حيت مع هاد التمر خرج لينا هكا. كنذكر بانني كنخليه مهرمش شويه. علاش؟ لحقاش انا ما غاديش نديه للطاحونه ديال المطحنه او عند عطار يطحنوا ليا. بالنسبه لكم نتوما الا كنتو غادي ديروه عند العطار باش يجيكم معلك بزاف، غتخليو واحد الكميه ديال الجنجلان والكاوكاو واللوز مهرمشين اباغ حتى طحنوهم مزيان العطار، عاد ممكن تخلطوهم باش يبقاو هذوك يجيكم كروستيون هذوك المكسرات. المهم تبعوا المراحل. المرحله الثانيه غادي ناخذ الكاوكاو ولكن بدون التمر باش يطلق لي الزيت ديالو تماما. اذا هاد المرحله اللي درت في الكاوكاو هي اللي غنستمر هكا، وغنديرها في الجنجلان وفي اللوز الى اخره. هنا ملي طحنتو كتلاحظوها حتى كيولي يعطينا بحال الشكل الزيت، يعطينا بحال شكل الزبده هذيك، بحال شكل بخالينه ديال هاد الكاوكاو. وهاد لا بيغي هذه اللي كتخرج لينا وبهذاك العجين ديال التمر كافيه باش يعطيونا سلو متجانس وحلو. وضيف انني هنا ما غاديش نديرو معلك بزاف للتغيير، صديق لا ما بغيتوش يكون معلك بزاف، بغيتو يبقى بالطريقه اللي كانوا كيديروا لنا والدينا من قبل. دونك عاوتاني خديت اللوز حتى هو غندير ليه ملعقه ديال التمر ونطحن. كنبقى نستمر بنفس العمليه حتى كنكمل كلشي. حالات لديتو العطار وطحنوا لكم كيبقاوش داك المكسرات مهرمشين، كيتسحق كل شيء. وما كنفضلش ديك الطريقه، كنفضل هذه. هنا كنمر الجنجلان النصف ديالو كنخليه هكا صحيح، والنصف غادي نطحنو. نضيف ليه شويه التمر ونطحنو معاه عاود. لاحظوا باش كيكون بوحدو هذاك الزنجلان كناخذوا الزيت ديالو، فاش كنديروه مع التمر كنخليوه كيجينا هكا مهرمش شويه. وعلى حسب الاختيار انا كنفضل هاد الطريقه. اللي بغى يسحقو بزاف كيسحقو، كلها كيدير الطريقه اللي تناسبو. هنا كناخذ حبه حلاوه، واحد 2 معالق كبار مطحونين، وهنايا النافع لا ميم شوز كناخذ 2 معلقات كبار او حتى 3.
هنا القرفة، ديبون كل الذوق اللي كيبغي. هنا واحد 3 معالق كبار. وما نساوش باقا لنا مسكه الحره اللي غادي نطحنوها مع واحد شويه ديال الملح عادي. طحنها مع شويه ديال الملح، نسحقها مزيان ونضيفها. هنا بعد ما خلطت كتلاحظوا داك الصحن كان ما واسعش، دونك بدلت انا في هاد القصعه اللي كبيره. دونك هنا ممكن كنبدا نخلط، وهنايا عينكم ميزانكم وكتلاحظوا بعد ما كتخلطوا كتلاحظوا شحال قدركم تزيدوا ديال لا بيغي، ستادير ديال الزيوت ديال اللوز او الكاوكاو. دونك كتبقاو تزيدوا وانتوما كديروا عينكم ميزانكم شحال خصكم. حيت باقي ما كملتش طحن جميع المواد. دونك طحنت الكاوكاو وزدت اللوز، غنبقى نطحنهم بوحدهم باش يعطيوني الزيت الكافي باش نخلط بها. ومن بعد لو غاس ديال داك التمر العجين ديالو غنضيفو حتى هو ونخلط الجميع. دونك هنا هي عجينه التمر ضفتها حتى هي باش نشوف القياس اللي خصني نزيد ولا ما نزيدش ديال الطحن باش يعطيني الزيوت ديالو. انا كي كتلاحظوا ما كاين لا زيت ولا سكر ولا عسل. دونك في الاخر ملي جمعت كل العناصر كامله انا بغيتو على هذا الشكل. دونك عطاني بغيتو في هاد التجانس هكذا جا كيجي لذيذ. وبالنسبه لكاين اللي كيبغي يضيف العسل من الفوق، صا ديبو، مي الحلاوه راها كافيه. وبصحه.